عمرك دعيت بحاجة من قلبك وقعدت تستنى أيام وشهور ومفيش حاجة حصلت؟ وسألت نفسك السؤال الصعب: هو ربنا مش سامعني ولا أنا اللي فيا حاجة غلط؟ استنى، اسمع الحلقة دي للآخر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة لازم نفهمها إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ادعوني أستجب لكم. بس الاستجابة مش معناها دايما تحقيق اللي انت بتطلبه بالحرف. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن الدعاء ليه 3 أشكال من الاستجابة. رقم 1: أما ربنا يحقق لك اللي بتطلبه. رقم 2: أو يصرف عنك شر كان جايلك. رقم 3: أو يدخر لك الأجر يوم القيامة. يعني ممكن تكون انت شايف إن الدعاء ما اتقبلش، هو في الحقيقة اتقبل بس بطريقة انت مش شايفها. طب ليه أحيانا الدعاء بيتأخر؟ هو الحقيقة فيها أسباب. رقم 1: استعجال، دعوت فلم يستجب لي. رقم 2: أكل حرام، ممكن تكون بتاكل حرام. رقم 3: الظلم، ممكن تكون بتظلم ناس. رقم 4: قلب غافل بيدعي باللسان بس. لكن خد بالك، في نوع تاني من التأخير اسمه تأخير المحبة. يعني ربنا بيحب يسمع صوتك، بيحب رجوعك، بيحب انك تفتكره. احيانا الحاجة اللي انت عايزها لو جت بدري كانت تضرك، واحيانا ربنا بيأخرها عشان يجهز لك حاجة اكبر. تخيل انك طفل عايز حاجة وابوك شايف ان مش ده الوقت المناسب. هل ده رفض ولا رحمة؟ في النهاية لو دعيت ولسه ما حصلش نصيب، ما توقفش، ما تقولش ربنا مش سامعني. يمكن ربنا بيختبر صبرك، ويمكن بيطهر قلبك، ويمكن بيجهز لك حاجة احسن. وخليك فاكر، ربنا عمره ما بيكسف حد رافع ايده. لو الحلقة لمست قلبك اكتب لي في التعليقات ربنا مش ناسيني، وشارك الفيديو مع حد محتاج يسمع الكلام ده. كان معكم أحمد علاء في برنامج رسالة، والدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.